ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، أيها الحضور الكريم، نيابة عن أعضاء جمعية الطلبة الجامعيين بمركزنا المتواضع هذا بمدينتنا الحبيبة وبوابة صحرائنا الغالية مدينة إليمين، أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد من أجل إرساء دعائم أول تظاهرة ثقافية واسمة بنواتنا الجامعية هذه، ألا وهي ملتقى الطلاب في طلعته الأولى تحت شعار أهمية الجهوية ودورها في تنمية الشباب. كما أشكر كل المؤسسات والجهات المسؤولة التي مدت لنا يد العون من أجل إنجاح هذا العرس الثقافي، وأذكر المجلس الإقليمي لمدينتنا إليمين على وجه الخصوص. شكرا للمجلس الإقليمي على وجه الخصوص. وفي المقابل أشجع وأنتقد دائما باسم جمعيتنا عدم حضور رئيس جهة قلميم وادنون السيد عبد الرحيم بن بعيدة الدكتور والأستاذ المحاضر، الذي لطالما انتظرناه عديد المرات في أحضان قاعة انتظار الخاصة بالجهة، والذي كان بإمكانه، وهذا لا يخفى على الحضور الكريم، إرسال من ينوب عنه أو يقوم مقامه لجبر خواطرنا، خاصة وأن طبيعة النشاط وتيمته تهمه على وجه الخصوص نظرا للمنصب الذي يشغله، وتوحي إلى حضوره لكل من يقرأ اللافتة الإشهارية لهذا الملتقى. ولا ننسى أن نعاتب الأساتذة الذين